واش الواحد يقدر يبيع نفسه على قبل الفلوس؟ هذا هو السؤال اللي كيحاول الفيلم ديال اليوم يجاوب عليه. اليوم جبت لك فيلم زوين ونادي بزاف. جيب لك شي حاجه تشربها ولا تاكلها، ومرحبا بك في القناه ديالنا. قبل ما نبداو دير واحد لايك كبير وتابونا في القناه باش ديما يوصلك الجديد ديال الافلام. يلا نبداو. في اوكلاند كاشيز كيدوز مقابله عمل على قبل المنصب ديال تيلي ماركتير في شركه ريكال فيو. جاب معاه حتى واحد التروفي ديال الليسي وبلاكه ديال احسن موظف في الشهر. ولكن المانجر اندرسون عاق بيه وعرف باللي كاع التجربه اللي في السي في مزوره. واحد من النوامر ديال التليفون كينتمي لصاحب كاشيز سلفادور، اللي حتى هو دافع لنفس الخدمه ونسى يبدل الميساج ديال الريبوندور ديالو. واندرسون كان ديجا خدام في البلاصه الاخرى اللي كاينه في لا ليست. داكشي علاش عرف باللي كاشيز ما عمر كان خدام تما. كاشيز ما لقى ما يدير من غير يعترف باللي هو اللي صايب البلاكا والتروفي. ولكن اندرسون ما كيهمش، هو كيخدم اي واحد مادام عنده روح المبادره. هكا كاشيز لقى خدمه بخلاص فيه غير الكوميسيون. الصباح الاخر كاشيز فاق وهو كيتفلسف. سول صاحبته ديترويت واش عمرها فكرت في الكبر والموت، حيت خايف يعيش حياته كامله بلا ما يدير شي حاجه اللي عندها قيمه. ديترويت كتشرح باللي حتى اللحظات الصغيره مهمه، حيت ماشي كلشي خاصو يكون على قبل التاريخ. بداو كيتباوسوا وكيتسخنوا، ولكن حبسهم الباب ملي تحل والجيران شافوهم شنو كيديروا. بان باللي كاش كان ساكن في الكراج ديال عمو. من بعد كاش شعل التلفازه وتفرج في واحد الاشهار ديال ووري فري. الشركه كتبين راسها باللي هي موديل جديد ديال نمط الحياه، حيت الخدامه كيسكنوا في المعمل وكيعطيوهم الناموسيات والماكله. كيسوقوا ليها باللي هي احسن طريقه، ولكن كيتحس بها بحال الحبس، خصوصا وان الكونتراطوات ديالهم لمدى الحياه. وهو غادي الخدمه وقف عليه عمو سيرجيو، اللي فكروا باللي كيسالو 4 شهور ديال الكرا. سيرجيو غارق في الديون، داكشي علاش عطى الكاش 2 سيمانات باش يجيب ليه الفلوس. كاش شكا من عمو حيت ماشي ظريف مع عائلته، وسيرجيو فكروا باللي راه عطاه طوموبيل اللي يلاه خدامه بزز. ملي وصل كاشيز للبيرو لاحظ باللي كاين واحد لاسانسور واعر بزاف في اللور، وبقى كيشوف في المدير مسيو بليب اللي سميتو ديما كيتغطى بصوت بيب فيما تذكرات. المدير جوني دا كاشيز للبيرو ديالو وشرح ليه باللي واحد البوله غادي تشعل في ما دار شي بيعه. الا خدم مزيان يقدر يولي باور كولر في الطبقات الفوقانيه ويصور الفلوس ديال بصح. من بعد كاشيز دار اول مكالمه ديالو. تخيل راسو بين قدام واحد الكوبل كيفطروا، ولكن الراجل قطع عليه غير قال ليه سلام. المكالمه الثانيه جاوبت عليها واحد المراه كانت كدير شي حاجه خايبه، وحتى هي دغيا قطعت. السيده الكبيره في السن في المكالمه الثالثه سمعت الكاشيز، ولكن شرحت ليه باللي ما عندهاش الفلوس حيت راجلها في السبيطار فيه الكونسير. كاشيز ما عرف ما يدير وشاف البلاكه اللي كتفكرو يتبع السكريبت اللي كتقول باللي خاصو يرجع اي مشكله لنقطه بيع. قال ليها باللي الموسوعة اللي كيبيع فيها نصائح على كيفاش تبقى في صحة مزيانة، وهذا الشيء خلاها تقطع عليه الخط. في النهار التالي كاشيز بقى غير كيفشل في البيع. صاحبه في الخدمة لانغستون ضحك عليه وقال له يخدم بالصوت د البياضين. كاشيز تلف وقال له باللي ديما كيقولوا ليه باللي صوته بيض، ولكن لانغستون شرح ليه باللي هذيك غير البيوضية دويل سميث اللي هي غير الهضرة مقادة. الصوت د البياضين الحقيقي ما عنده حتى شي هم، مخلص كاع الفاكتورات ديالو وفرحان بالمستقبل. لانغستون وضح باللي البياضين في الحقيقه ما كيهضروش هكاك، هذيك غير الطريقه اللي كيتمناو يهضروا بها. بدل كاع صوته باش يوريه القالب، وكاشيز تصدم، كان بحال الا لانغستون مضوبلي. من بعد الخدامه حضروا لواحد الاجتماع باش يتلاقاو مع المسيره الجديده ديال الفريق ديانا. هي وجوني بقاو كيحاولوا يهضروا بلغه الشركات باش يشجعوا الخدامه، وقالوا ليهم باللي خاصهم يشوفوا الفريق بحال عائله. الامثله ديالهم ما نفعاتش، وكاشيز سول واش هاد الفكره ديال يخدموا اكثر كتعني غيتخلصوا اكثر، ولكن السؤال ديالو تميك عليه. من بعد كاشيز حاول ياخذ قهوه من لا ماشين، ولكن والو ما خرج. صاحبه في الخدمه سكويز شرح ليه باللي المديرين كيخليوهم يخلصوا حتى على السناك. سكويز عجبو الحال بزاف بكاشيز حيت هضر في الاجتماع وقال ليه باللي راه كيحاول يقنع الفرقه باش يتقاتلوا على خلص احسن، بينما ما يقدروش يهضروا تماك. داكشي علاش سكويز عرض على كاشيز لواحد البار ووعدو باللي غيخلص عليه. في العشيه ديترويت كانت كتسالي خدمتها كراقصه بالعلامه في الزنقه. كاشيز داز خداها وعرفها على سكويز وقال ليه باللي هي فنانه واعره. ديترويت حتى هي بغات تمدح كاشيز وذكرات داكشي الزوين اللي دار في الليسي، ولكن هو وقفها. طلب منها ما تهضرش على الليسي حيت داكشي فات
وبما أنهم كبار ما خصهمش يبقاو لاصقين في الإنجازات التافهة ديال المراهقة. كيشير للعابة الكرة القدام ديال المدرسة اللي دابا خدامين في محل ديال الآتات وكيقصروا الكرة نهار كامل. كاشيس كيشوف باللي راهم واحلين، ولكن سلفادور كيشوف باللي غير صحاب كينشطوا مع بعضياتهم. في البار المجموعة تفرجوا في الأخبار وعرفوا باللي البوليس ضاربوا مع شي متظاهرين اللي كيقولوا باللي الكونترات ديال الحياة كاملة ديال ووري فري هي نوع جديد ديال العبودية. المدير ديال ووري فري ستيف قال في واحد الحوار باللي هادشي ما كيتحسبش عبودية، حيت الخدامة ديالهم ما كيسينيوش الكونترات تحت التهديد ديال العنف الجسدي. المظاهرات نظمتها واحد المجموعة معروفة بالليفت اي فاكشن اللي كيديروا ماركة كحلة تحت عينهم اليسرية. واحد المناضل شرح باللي ما بقاتش تقريبا الخدمة العادية، حيت ووري فري ولات كتعوض كل شيء حتى اللوزينات ديال الكرافي. المرافق ديالهم بحال الحبوسات فين الخدامة كيخدموا 14 ساعة وكيوكلوهم الماكلة الخامجة. كاشيس وصحابو ناشطين كيمجمعوا كيشربوا. ملي وصل وقت النخاب كاسيس كشف باللي تقن صوتو ديال البيضين وخلى كل شيء مصدوم. بداو كيهضروا على الخدمه وسكويز قال باللي الوعد ديال باور كولر غير كذوب، هادشي غير كيقولوه المدراء باش يخليو الخدامه ما يقطعوش الياس. جبد شي منشورات وقال باللي خاصهم يديروا نقابه باش يتخلصوا مزيان. الصباح ديال الغد ليه كاسيس قال لسيرجيو باللي غيتخلص نهار الجمعه وديك الساعه غيخلص كاع الكرا اللي عليه. ولكن سيرجيو ما بقاش مسوق، حتى فلوس كاسيس ما غاديش تكفي باش تخلص الدين ديالو. البنكه غتاخد الدار قريب، داكشي علاش كاسيس خاصو يبدا يقلب على بلاصه جديده. سيرجيو ياس بزاف لدرجه بدا كيفكر يخدم مع ووري فري. في البيرو كاسيس قدر يتواصل مع الكليان بفضل صوتو ديال البيضين. جوني عجبو الحال بزاف وكيجي عنده المكتب باش يحتفلوا كل مره دار شي بيعه. وقال لي حتى باللي الشيفان كيهضروا على النجاح ديال كاش وباللي يقدر يولي باور كولر في القريب. من بعد تبين باللي حتى ديترويت خدام نص نهار في ريغال فيو. المره الجايه فاش مشاو للبار سكويز ورا كاسيوس الجورنال. للاسف لجنه مجلس الشيوخ برات واري فري من كاع التهم ديال العبوديه. التلفازه ديال البار كانت دايره واحد البرنامج سميتو كلاو فيا الدق، فين المشاركين كياكلوا العصا وكيتحقروا قدام الكاميرا غير على قبل الضحك. سكويز كيبان ليه داكشي كيمرض، حيت هذا البرنامج هو اللي مشهور كاع في البلاد وكيشوفوه 150 مليون واحد كل ليله. الصباح الموالي سكويز نظم الفرقه على قبل اول حركه احتجاجيه ديالهم. ملي كيقول حطوا التليفونات كلشي كيحبس الخدمه ل20 دقيقه. سول واش كاين اللي بغى يتراجع دابا، وكاسيوس تردد شويه قبل ما يبين الدعم ديالو. وهو غادي للمكتب ديالو كاسيوس ما قدرش يحيد عينو من السنسور الخاص، وهذا الشيء لاحظو ميسر بلاب. في العشيه سكويز غوت حطوا التليفونات وكلشي بدا كيغوت بالمعيور ضد الشركه. كاشيز كان متردد في البدايه، ولكن في التالي صدق كيغوت ويصفق معاهم وحس براسو باللي اخيرا كيدير شي حاجه مهمه. من بعد واحد شويه عيطوا لكاشيز لمكتب المدير. ملي قالوا ليه خاصو يجمع حوايج ويمشي بدا كيسب فيهم ورفض يحبس النضال ديالو على قبل قضيه مزيانه. ولكن المدراء شرحوا ليه باللي خاصو يدي حوايجو للطبق الاول حيت ترقى الباور كولر. جوني لاحظ سكويز وسلفادور في السرجم، داكشي علاش سد الخاميه. كاشيز حس براسو مشتت وتخيل لعابه الكره في المكتب كاشاره باللي حتى هو غادي يتوحل في هذه الخدمه. ولكن ملي قالوا ليه المدراء شحال ديال الفلوس غادي يصور وحلوا قرعه الشراب احتفل وفرح وشرب حتى هو. في اليوم التالي كاشيز جا للخدمه لابس الكوستيم الوحيد اللي عنده. ديانا داتو للسنسور الواعر فين خاصها تدخل كود طويل بزاف باش يخدم. الصوت ديال السنسور رحب كيسز وبدا كيمدح فيه بشي تعليقات غريبه وباسله. في الطبقه الاولى كيسز في الاخر تلاقى مع مستر بليب اللي حتى هو كيهضر بصوت البيضان، وقال ليه باللي خاصهم ديما يهضروا بهذه الطريقه هنا. مستر بليب شرح ليه باللي كيبيعوا القوه بجوج اشكال، قوه السلاح وقوه الخدامه. كاشيز تخلع ملي فهم باللي غادي يبدا يبيع السلاح والخدامه ديال ووري فري اللي في الاصل هي العبوديه، وبسبب دوك الكونتراتات ديال الحياه ما عندهمش خلاص، داكشي علاش كيقدروا يصاوبوا طوموبيلات بثمن بشكليطه. في الاول كيسز تردد، ولكن دغيا بدا الخدمه ملي قالوا ليه شحال ديال الفلوس غادي يربح. في هذا الوقت واحد المناضله كانت كتخرب البلاكه ديال ووري فري في الزنقه. واحد الراجل غوت عليها وهربات. ملي بعدات حيدات التنكر ديالها وبانت باللي هي ديترويت اللي طلعت طرف من ليفت اي. من بعد مشات لخدمتها وجا عندها سكويز اللي حتى هو كيعرف شي حركات واعره كيديرهم بالبلاكه. تعلم هذا الشيء في لوس انجلوس فين كيعاون حتى دوك اللي كيدوروا لوحات الاشهار باش يديروا نقابه. ديترويت قالت باللي كتستعمل الفن ديالها باش تعاون الثوره. ايوا سكويز سولها على العلاقه ديالها مع كاشيز حيت ما باينش راديكالي بحالها. حلتت باللي كلشي مزيان، ولكن الجواب ديالها كان فيه الاحراج. من بعد سكويز لاحظ شويه د الالم في حناكها خلاتو الاماره ديال العين اليسريه.
وعرض عليها يوصلها، ولكن قالت ليه باللي كاشيز غادي يجي يديها. دازوا ساعات وكاشيز باقي في البيرو حيت خاصو يتعلم القوانين الجديده، المنتوجات والسكريبت. ديترويت ملات من التسنيه واضطرت تتصل بصاحبتها باش تديها. منين كاشيز خرج في الاخر من البيرو مشى للمعرض وطلب السماح من ديترويت وشرح ليها باللي ترقى الباور كولر، ويلاه قالها ليها دابا حيت ما كانش متيقن واش هادشي بصح. سولاتو اشنو كيبيع دابا، ولكن دغيا بدل الموضوع للفن ديالها. في الوقت اللي ديترويت كتشرح الفكره ديال الاعمال ديالها، كاشيز ما كانش متسوق كاع. هو عيان بزاف لدرجه انه كيبقى غير كيشوف في الكاري ديالها. منين في الاخر شركاتو معاه حس براسو فاق كتر وقدر يسمع ليها نيت. الغد ليه كاشيس لقى سكويز كينظم الفريق عاوتاني، قال لهم باللي ولا باور كولر دابا وغادي يعاون صحابو ولكن غير من البعيد، وذكر الموت ديال سيرجيو كسبب. سلفادور عايرو حيت باع الماتش ونض الصداع بيناتهم، واخا كان كله غير مجاملات مسمومه. لانغستون اضطر يحبسهم وكاشيس دخل كيجري لداخل باش يتفادى الاحتجاج. في المكتب ديالو الفخم الجديد كاشيس دار اول مكالمه ديالو وهضر مع واحد رجل اعمال ياباني مهم وتخيل راسو معاه في الطواليط. فاش خدم صوته البيض كاشيس شرح ليه باللي شركه ووري فري تقدر تصاوب المنتوجات بثمن قل، ورجل الاعمال عجباتو الفكره باش يضوب الحصه ديالو في السوق ويغلب المنافسين. واحد شويه مستر بليب اعلن باللي كاشيس دار بيعه مهمه بزاف في نهارو الاول واحتفلوا مجموعين. كاشيس كيعاود على الوضعيه الخايبه ديالو وكيطلب واش يقدر يتخلص دابا. السيد بليب فرحان بزاف بالصفقه، داكشي علاش وافق. مورا الخدمه كاشيس كيعطي لسيرجيو الفلوس الكافيه باش يخلص الدين ديالو. نهار على نهار كيبقى يدير صفقات كبار. دغيا ولا عنده طوموبيله جديده وواعره وشقه خاصه به فيها اتات وديكورات زوينه. واحد الصباح كاشيس شعل التلفازه ولقى خبر على الاضراب اللي كاين في الريغال فيو. صحابو كاملين كيتظاهروا برا وما مخلين حتى واحد يدخل المبنى. الريغال فيو عياو من هادشي، داكشي علاش جابوا شركه ديال الامن اللي غتفرطق المتظاهرين بالعنف باش تعاون الباور كولرز يوصلوا للخدمه. فاش فقت ديترويت كاشيس هضر معاها بالصوت ديال البيضين ديالو. هي واجهته وهو اعتذر وقال باللي دارها بلا ما يفكر. ديترويت بانت ليها هادشي علامه خايبه وقالت باللي ما بقاتش قادره تكمل في هادشي. كاشيس بقى كيمشي للخدمه في وسط الاضراب وديترويت كتشوفو باللي كيخون القضيه وصحابو. ناض بيناتهم صداع وصدقوا مضاربين على الكاشا. من بعد ما طاحوا من الناموسيه كيس قال ليها باللي كان باغي خدمه زوينه باش يبان كتر في عينيها، ولكن ديترويت شرحت ليه باللي كانت ديجا كتعجبها النسخه القديمه ديال كيس، والى اليوم كسر خط الاحتجاج علاقتهم غتسالي. برا العماره كيس والخدامين الاخرين تحاصروا من طرف السيكوريتي اللي بداو كيضربوا في المحتجين باش يحلوا الطريق. في التالي كيس كسر خط الاحتجاج ودخل. المهم في العشيه مسيو بليب دار احتفال اخر لكيس حيت دار بزاف ديال المبيعات الناجحه. من بعد داز بالطوموبيل حدا المعرض ديال ديترويت، ولكن قرر باش ما يزورهاش حيت ما بقاوش مع بعضياتهم. نهار الاخر السيكوريتي ضربوا المحتجين باش يحلوا الطريق عاوتاني. كيس حاول يدوز بالزربه ولكن واحد من الناشطين قدر يضربوا للراس بكانيطه ديال المناضه. في بلاصه ما يمشي للدار كيس دار فاصمه وبقى خدام. بليب تعجب بزاف لدرجه عرض على كيسيز الحفله دايرها المدير التنفيذي ستيف، وكيسيز واعدو باللي غادي يجي من بعد حيت عنده بلان اخر هو الاول. في العشيه كيسيز مشى لافتتاح المعرض ديال ديترويت وسمعها كتخدم صوت البيضين باش تبيع خدمتها. حاول يشكر الفن ديالها ولكن هي ما بقاتش حامله شكون ولا دابا. من بعد سلفادور عير كيسيز ووصفو بالبياع وقال ليه بلي الفيديو ديالو فاش تضرب بالكان شاع في كل شيء. سكويز حاول يقنعو يدافع على القضيه من بوستو الجديد حيت غتكون رساله قويه، ولكن تقطع عليهم ملي بدا العرض. ديترويت بانت فوق الخشبه لابسه غير يدين ديال الميكا على صدرها وبين رجليها. في شي صنادق كاين تليفونات مهرسين، قشور د القرطاس ونفخات عامرين بدم الحولي. هادشي كله كيمثل شركات اللي كتكرفس على الخدامه في افريقيا. بغات الجمهور يلوحوهم عليها وهي كتعاود جمل من فيلم ذا لاست دراغون. في الدقائق الاولين ديترويت بقات كتهضر بهدوء، ولكن شويه الجمهور بدا كيلوح عليها بزاف ديال الحاجات بلا ما يتسوقوا ليها. كاشز تخلع وحبسهم، ولكن ديترويت قالت ليه باللي راه خسر ليها العرض ديالها وجرات عليه. في واحد القصر واعر بزاف ستيف خدا سكر ممنوع باش يبدا الحفله. كاشز اخيرا تلاقى معاه وكان خاصو يخدم الصوت ديال البيض وهما كيهضروا. ستيف جلس كاشز في وسط الناس وطلب منه يعاود ليه قصص مضحكه من الحومه. كاشز اضطر يشرح ليه باللي عمرو ما كان في شي عصابه. من بعد ستيف طلب منه يحيد الصوت ديال البيض ويغني الراب.
كاشز قال له بلي ما كيعرفش، ولكن ستيف ما بغاش يثيق باللي دري كحل ما كيعرفش يربي، وبقى كيطلب فيه، والجمهور حتى هما بداو كيعاودوا نفس الطلب. وتحت الضغط كاشز حاول يألف شي كلمات، ولكن جاو باسلين والجمهور ملو. وباش يعجبهم بأي ثمن كاشز بدا كيعاود الكلمة اللي كتبدا بأن بالجهد وبحماس، والضياف عجبهم الحال وبداو كيغنيو معاه. من بعد الحفلة ولات خاسرة، ولكن كيس رفض ينضم لذاك الجماعة ديال الناس العريانين. مسيو بليب لقاه بوحدو في واحد البيت وقال ليه باللي ستيف بغى يشوفو لوحدو. كيس مشى للمكتب ديال ستيف وكلا شي سكر ممنوع من واحد التبصيل فيه تصويره عود. ستيف عنده عرض تجاري كبير وبغى كيس يتفرج في واحد الفيلم كيشرحو، ولكن كيس كان خاصو يمشي للطواليت هو الاول. في الممر كيس دخل من الباب الغلط، لقى بيت غريبه وفيها غير طواليت وحده وصوت كيطلب المساعده. ملي هاد الصوت قلب اللي فيه الحريق بزاف كيس حل الباب وتصدم ملي شاف مخلوق كيشبه العود، ولكنه بجسم انسان وعنده عضو كبير خارج منه. المخلوق بدا كيطلب الرحمه وكيس رجع للور وتصادم مع خيال اخرين مورا الخوامي حتى هما كيطلبوا المساعده، حيت كاملين مسلسلين وبالحريق. كيس هرب مخلوع للممر وتصادم مع ستيف اللي كان هز فردي. من بعد ما كاشيس بول في سروالو، ستيف داه المكتب ديالو وشعل ليه واحد الفيلم باش يشرح ليه اش واقع باستعمال انيميشن ستوب موشن. الفيديو كيعاود القصه ديال كيفاش البشر تطور باش يخدم بالادوات. الانسانيه ديما كتخترع ادوات جديده، ولكن الخدمه بقات محدوده بسبب النقص اللي في الجسم البشري. داكشي علاش شركه ووري فري صوبات ماده كيميائيه كترد الناس اكثر كفاءه، صبارين قويين وبحال هكا غيربحوا منهم اكثر. هاد الماده كتحول بنادم لمخلوقات بحال الخيل سميتهم اكوي سابينز وكتشبه للسكر. ملي شاف هادشي كاشيس تخلع حيتاش كيصحاب ليه ستيف وكلو ديك الماده، ولكن ستيف طمئنو باللي غير عطاه سكر عادي. شرح ليه باللي راهم كيصاوبوا الملايين ديال اكوي سابينز، وهذا كيعني باللي غيولي عندهم مجتمع وثقافه ديالهم عما قريب. الشركه بغات تمنع اي نقابه ولا ثوره، داكشي علاش بغاو واحد من الخدامه ديالهم يكون لداخل باش يخلي الامور تحت السيطره. ستيف غادي يخلص كاسيس 100 مليون دولار، ولا وافق يولي القائد ديال اكوي سابيان ل5 سنين، وفي الاخر غادي ياخذ دواء باش يرجع انسان عاوتاني. ولكن كاسيس بان ليه باللي هادشي فات القياس والفلوس ما غاديش تبدل ليه رايه هاد المره. الصباح الاخر كاسيس لقى واحد المقال كيهضر ضد ووري فري. قلب على التليفون ديالو ولكن ما لقاش، داكشي علاش استعمل التليفون ضد الدار باش يعيط للجريده ويعاود للصحفيين على التجارب اللي كيديروا على الخيل، ولكن حتى واحد ما طيق هاد القصه الحمقى. ملي شعل التلفازه لقى واحد المذيع كيعلم الدراري الصغار كيفاش يصاوبوا باروكه كتمثل حادثه الكانيطه. من بعد في المكتب ديال الطبيب سمع في الاخبار باللي هذاك الناشط اللي لاح عليه الكانيطه ولا عنده دابا كونطرا مع الشركه ديال المناضه. كاسيس سول الطبيب واش غادي يولي عاود وراه العضو ديالو، والطبيب جرى عليه. في الدار ديالو كاسيس سول ديترويت نفس السؤال، ولكن هي قالت ليه باللي العضو ديالو بقى في نفس الحجم. هي كتشكى حيت حاول يعيط ليها البارح بالليل. كاسيس قال ليها باللي تلف تليفونه. ديترويت قالت ليه باللي وصل لها فيديو من نمرته وما حلاتوش حيت صحاب ليها شي حاجه قبيحه. ايوا تفرجوا فيه بجوج دابا. صدق تليفونه طاح ليه فاش كان هارب من العود وصونا فيديو لديترويت بلا ما يحس. الفيديو صور الاكوي سابينز والعلماء كيدقوا ليهم السيروم وستيف كيهددهم باش يردهم للساق. من بعد كاسيس وديترويت دوزوا ليله سخونه، واخا ديترويت نبهاتو باللي هادشي غير نزوه وما غاديش يرجعوا لبعضياتهم. كاسيس حلف باللي تبدل وما غاديش يرجع باور كولر عاوتاني، ولكن هادشي ما كفاهاش. فاش نعس كاسيس تسللات ديترويت باش توجد خطه جديده مع ليفت اي. الصباح الاخر بان تمثال قدام الفيلا ديال ستيف كيبين راجل كيدير شي حاجه خايبه مع عود. واحد البلاكه مكتوب فيها باللي ووري فري كترد الخدامه عودان، ولكن الناس صحاب ليهم هادشي غير مجرد تشبيه. في هاد الوقت كاسيس خرج يتمشى في الحومه، ولكن الناس بقاو كيستهزئوا به على قبل الفيديو اللي تنشر، وحتى بقاو كيلوحوا عليه المشروبات. هاد الاهانه عطات الكاسيس واحد الفكره. لغد ليه واحد الاشهار جديد ديال المناضه بين المناضل كيبوس واحد الممثل داير الدور ديال كاسيس. ملي بدا البرنامج ديال كلاوليه الدق والوسخ كاسيس بان كمشارك جديد. وافق يشارك مقابل باش يطلقوا الفيديو ديالو، ولكن في الاول خاصو يدوز من بزاف ديال الالعاب مؤلمه وفيها الاهانه. من بعد ما كلا العصا وتوسخ بالخرا البرنامج اخيرا طلق الفيديو ديال الاكوي سابينز.
في الايام اللي جات كاسيس بان في بزاف ديال البرامج جديه باش يحضر الناس من ووري فري. للاسف العالم فاسد، وستيف بان ليهم كواحد العبقري حيت عاون الاقتصاد بيد عامله فعاله. هادشي خلى الاسهم ديال ووري فري يطلعوا للسما. واحد العشيه كاسيس تلاقى مع سكويزي وسلفادور، طلب منهم السماح حيت غدرهم ووعدهم باش يقاتل معاهم من دابا الفوق. كيعبر حتى على الغضب ديالو حيت حتى واحد ما واخد التحذير ديالو بجديه. داكشي علاش خاصهم يحبسوا الباور كولرز باش ما يدوزوش لخط الاحتجاج غدا باش يربحوا في التلفازه. ملي طلوا من السرجم لاحظوا باللي كاع الدراري لابسين كين ويغز على قبل الهالوين. كاشيز دوز اللي بقى من نهارو في التخطيط، يتصل باللعابه ديال الكره وتحرك للتماثيل ديال ديترويت. من خلال الفيديو عرف الكود ديال القفل ديال ستيف وتسلل لوسط الفيلا. النهار التالي المحتجين خدموا بكين ويغز باش يرجعوا لهم المعنى ديالهم. العساسه بداو كيضربوا فيهم باش يحلوا الطريق، وفي الاخر تصادموا مع التماثيل المتنكره ديال ديترويت. غير ضعفوا العساسه لعابه الكره كملوا عليهم، داكشي اللي خلى الباور كولرز يمشيو في حالهم. المحتجين احتفلوا بالربح ديالهم، ولكن للاسف تحبس الاحتفال ملي وصل الدعم. الروينه ناضت في الزنقه حيت العساسه بداو كيضربوا في كل شيء وحتى خدموا الغاز. كاسيس زرب باش يتخبى مع صحابو وعيط للدعم ديالو، ولكن في ديك اللحظه واحد العساس سخفو. ملي فاق كاسيس لقى راسو داخل الفرغونيت ديال العساسه، طل من الشرجم واكتشف باللي العساسه باقين كيضربوا المحتجين بوحشيه. ولكن كل شيء تقلب ملي بانوا الاكيسابيانس. طلع باللي كاسيس هو اللي عتقهم باش يعاونوه، وبفضل الاجسام ديالهم المطوره الاكيسابيانز غلبوا العساسه بسهوله وهرسوا الباب ديال الفرغونيت باش يخرجوا كاسيس. ملي بانت واحد الهليكوبتر ديال الشركه بضاو كيقلب، الاكيسابيانز ما لقاوش جهد من غير يهربوا. المحتجين اعتبروا هادشي ربح، وديترويت عجباتها البلان ديال كاسيس ورجعت معاه. من بعد كاسيس رجع للكراج ديال عمو، ولكن خلى الاثاث المزيان في الموتور ديالو. باخر فلوس عنده شرا طوموبيله زوينه لسلفادور باش يتسمح ليه على الغدر ديالو. ملي جات ديترويت تشوفو، اللحظه الرومانسيه ديالهم تهرسات بوجع كبير. كيسيس كيهز عينيه وكيكتشف باللي راه كيتحول لسيبيان في التالي. من بعد واحد شويه ستيف سمع الجرس ديال الباب. ملي كيشوف الكاميرات كيتخلع فاش كيكتشف باللي كيسيس كيقود الاكوا سيبينز باش يهجموا على الفيلا ديالو. ما تنساوش تشاركوا وتفعلوا الجرس باش تفرجوا في فيديوهات بحال هادو. شكرا على المشاهده.